رانيا، إيهاب، كل سنة وأنت طيبة ورمضان كريم. وأنت طيب، وكل سنة وأنت طيب، وكل الناس اللي بتشوفنا بخير وسلام يا رب. يا رب آمين. ها جايبة لي إيه النهاردة بقى؟ موضوع جديد في رمضان. حاجة أتمنى إن كل اللي بيعملها يتخلص منها فورا، وهي التعليقات المبتذلة السلبية اللي الناس بتكتبها وبتأذي غيرها. يعني أكيد أنت بتعاني من الموضوع ده، وأكيد أي حد بيبقى صفحته بتكبر أو صفحته عامة بيلاقي إن الناس بتعلق تعليقات مش أفضل حاجة، شتايم، بيتبعت في الخاص حاجات مش حلوة أبدا. فالناس دي أنا الحقيقة مش عارفة إيه وجه الاستفادة. يعني هل ده فراغ؟ هل ده سوء تربية ودين؟ أنت كده بتتكلمي تقريبا على السوشيال ميديا، مظبوط؟ بتكلم على السوشيال ميديا. طيب خليني أقول لك إن فكرة التعليقات السلبية بوجه عام على السوشيال ميديا موضوع خطير جدا، إن هو في الأول وفي النهاية بيعتمد على شخصيتك أنت. هل يا ترى أنت شخصية قوية بتقدري تمتصي الصدمات وتتعاملي معاها؟ وأنا أقصد هنا بالصدمات فكرة التعليقات، ولا شخصية لينة ما بتقدريش تمتصي الصدمات التعليقات وبتأثر فيكي؟ تعالي أنا وأنت النهاردة ومعانا جمهورنا نشوف في الحالة الإيجابية فكرة إن أنا ما بتأثرش هيبقى شكلي إزاي، وفي حالة أنا لما هتأثر هيبقى شكلي إزاي. لا، هو خليني أقول لك على حاجة. مفيش حاجة اسمها، يعني أنا كنت بعتبر نفسي حد قوي جدا في المواضيع دي، ودايما حتى لو فاتحة لايف كائنات طفيلية وفي الآخر ما كنتش بتأثر، كنت بقلبها مادة ضحك. إنما هتيجي بجد بقى، لا، مفيش حد فينا ما بيتأثرش. حتى لو تمسكت، حتى لو قريت التعليق وما ردتش عليه أو تجاهلته، بس أنت جواك هتتأثر. يعني لا، بنتأثر. والله أنا بكرر لك مرة تانية، الناس مش زي بعض، وأكيد اللي بيتفرجوا علينا هم عارفين ومتأكدين كويس إن إحنا كلنا مش زي بعض. جيتي يا إيهاب، طالما أنت عملت لي كده فأنا هعمل لك كده وأكلم الكاميرا وأقول لك إنه لا، هيبقى في تأثير حتى لو بينا عكس ده، بس إحنا بنتأثر لسبب. في تعليقات بتبقى يعني حاجات خارجة عن إرادتك. أنا مش بتكلم عليا ولا عليك، بس في ناس بيبقى عندهم مرض معين. يعني تخيل إن التعليقات بتوصل للأمراض، بتوصل لحاجات ربنا، يعني دي خلقة ربنا. فإحنا بقينا نعاير بعض أو نكتب كلام مسيء يسم البدن في أمراض أو في انت كده بتربطي الموضوع بالتنمر؟ كل حاجة. طبعا. ما هو واحد قاعد ورا شاشة، هو بيكتب لك إيه؟ ما هو بيكتب عشان يأذيك، بيحاول، معرفش، هو دي مرض نفسي، بيحسس نفسه ان هو حد قوي، ان هو مثلا بيتضرب بره مثلا. انت بتكتب ليه كده؟ يعني رغم ان هو ممكن يكون في كل العيوب، يكون معيوب، لكن هو بيحاول يتنمر على غيره. طيب خليني اقول لك وجهة نظري في الموضوع ده، ان اللي على راسه بطحة يحسس ايه عليها. بمعنى في بعض الأحيان بيكون أنت فيك العبر، ففعلا كلام الناس وتعليقاتهم سواء على الفيسبوك على التيك توك أو أي قناة من قنوات السوشيال ميديا بيبقى كأنه واحد حط مشرط في جرح، جالك على جرح أنت تعبانة منه، وجع، فبالتالي من أقل كلمة أنت بتحسي إن هو بيوجه لك رسالة خاصة، أو بيكلمك بيقول لك يا رانيا أنت اللي بتعملي كذا. لا، أنا ضدك خالص، ومش شرط يبقى اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. بالعكس، في موضوعات كتيرة مثلا، يعني أنا ساعات بعرض مثلا موضوعات ست خاينة، الناس يعني أنت فاهم إزاي؟ واحد سرق مراته ومشي، واحدة اتغدر بيها، حد يعني عارف ازاي اللي هو التعليقات. ممكن تلاقي ان الناس فاكره ان انت ده، انت منزل البوست ده عشان ده حالتك الخاصه. مش معقول انا اللي اتغدر بيا وانا اللي اتخنت وانا اللي سرقت وانا اللي يعني مش معقول. فالواحد بيصعب عليه، خصوصا لما تكون بتقدم محتوى او منزل بوست عادي. في ناس بتبقى واخده بوست كده كوبي بيست، مش معقوله كلنا كل الحاجات دي، فانت بتتنمر عليا او ليه دخلت في ان انا ده.
تمام. او حتى انك تغلط فيا، يعني انت داخل تغلط فيا ليه؟ حلو. تعالي بقى من الناحية التانية، لو انت هتسأليني مثلا انا كإيهاب حليم، هقولك انا في بعض الاحيان بشوف التعليقات دي نوع من انواع الموتيفيشن او التحفيز ليا، ان انا اظهر بصورة مغايرة او صورة مختلفة عن اللي بيتكتب لي. بمعنى انا بشوف في بعض الاحيان ان التعليقات دي بتزقني لقدام، بتخليني اروح للمكان الافضل، للمكان الاحسن. لا ما تعمليش كده في حاجه وتعملي اعمل للناس. كده كاميرتي. طب ماشي. انا مش مقتنعه خالص بالكلام ده، معاك في جزء منه ان لو التعليقات دي ايجابيه انا شخصيا بستفيد منها، لكن لما تبقى تعليقات سلبيه او مستفزه او داخله في خصوصياتي، مع اني انا ما يعني انا مش داخله اقدم محتوى خاص ليا يعني، دي بتضايقني. بلس ان انا مش بتكلم على ايهاب ورانيا، انا بتكلم في العموم، واكيد كل الناس اللي بتشوفنا بتتعرض للمواقف دي، ان بتلاقي ناس بتعلق لها تعليقات سلبيه بتوجعها، حد يبقى منزل انه مريض مثلا. هنا بقى وهقف. اه ليه بتوجعك؟ لا مش شرط عشان هي فيا، مش شرط لا خالص. انا مش معاكي. عمر ما التعليق هيوجعك الا لما هتحسي من جواكي ان هو بيلمس حاجه فيكي. لا برضو انا مش معاك، لان في تعليقات بتبقى تعليقات مستفزه، انا اسفه، واحد ورا كاميرا بيغلط او بيجرح او بيتكلم مثلا كلام مبتذل يحرجني فوق يعني، وانا مثلا بشوف التعليق، في تعليقات ما يصحش انها تتكتب، او تبقى فاتح لايف فتلاقي حد كتب لك كلام مبتذل جدا او اسفاف، خلينا اتفق معاكي يعني على حاجه. بيا ان انا تجرحني، انا مش معاك خالص. ممتاز. خلينا اتفق معاكي على حاجه، اتفضل. ان اللي ياخد على كلام الناس بيندس. ده الناس كلها وكلكم عارفين ان الناس ما اجتمعتش على الانبياء، الناس اختلفت على الانبياء والرسل، فما بالك بقى بايهاب ورانيا ولا غير ايهاب ورانيا؟ فبالتالي انا لازم اكون اشطر، بمعنى ان انا اشتغل على نفسي، وزي ما بقبل برافو وزي ما بقبل اللي يمدحني، برضو اقبل اللي يقول لي انت ما وفقتش، انت مش صح. انا مش معاك، وخلي الناس تحكم ما بيننا، وانا بتكلم في الناحيه الايجابيه انا معاك، لكن في الناحيه السلبيه اكيد كل الناس هتبقى معايا موافقاني، وهيردوا علينا في التعليقات وهيقولوا لي ان الحاجات دي برضو بتتعب النفسيه وبتضايق، حتى لو بنسب انت نسبتك اعلى انا نسبتي اقل. طيب تعالي هقول لك على حاجه، نوجه رساله انا وانتي ايوه للناس اللي بتتفرج علينا في الشهر الفضيل، ونقول على قد ما تقدروا يا جماعه، لو قدرتوا تبعدوا عن التجريح وقدرتوا تبعدوا عن ان انتوا تسيئوا سواء بالكلام او بالفعل مع الاخرين، يا ريت، وهتبقى حسنه ودرس نقدر نتعلمه في 30 يوم. ولو اتعلمناه في 30 يوم والله العظيم هيستمر معانا بعد كده في حياتنا كلنا. انا بقى هقول لكم لا، تخلصوا فورا من العادات السيئه دي، وحطوا نفسكم كل كلمه انت بتكتبها، هو مش انت مش في وقت عصبيه فبتخرج حاجات غلط، لا انت بتكتب يعني مستوعب اللي انت بتقوله، فيا ريت تتخلصوا من العاده السيئه دي فورا. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبه ورمضان كريم. الله اكبر.